السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم وصفات أمولة. نتمنى تكونوا بأحسن الأحوال وانتم تشاهدوا فيديو اليوم. وصفتنا لليوم اللي هي قنيدلات بالكراميل أو بالطوفية، يعني بمكونات جد بسيطة وبطريقة سهلة ومبسطة وناجحة 100%. نتمنى أنكم تجربوا هذه الوصفة. راح نخليكم على المقادير وطريقة التحضير، كل شيء راح نكتبه لكم لهنايا في أول الفيديو، وفرجة ممتعة للجميع. وما تنسوش تدعموني بالاشتراك وبليجيم ولي وانت يا عزيزتي لاول مره تشاهدي قناتي ما تبخليش عليا بالاشتراك وبلي جيم ولي كومونتير. بسم الله، نبداو على بركه الله. هنا اول حاجه واش نحتاجو البنات، نحتاجو 125 غرام تاع مارغرين طريه، ضفت عليها 90 غرام تاع سكري غلاس، يعني براسك 3 ملاعق تاع سكر غلاسي. نضربها بيان بالباتور. لما كاش عندك الباتور تقدري تستغني عليه، من المستحسن هو الباتور. دونك من جهه ثانيه بعد ما خلطت بيان بالباتور ضفت براسك ملعقه صغيره تاع افاني ليكيد، ولا الا كان عندك ديال افاني اون بودر. هنا راح نضيفو حبه بيض كامله. هنا مش راح نستعملوا الا البيض وحده، راح نضيفوا حبه بيض كامله. دونك لهنا نحكم نخلطها، نضيف عليها، سمحوني نضيفوا عليها ملعقه كبيره تاع زيت، ونحكم نضربها بيان بالباتور. ولهنايا البنات من جهه ثانيه راح نضيف لافارين. ضفت هكا شويه تاع بريسك 4 ملاعق تاع فارينه، وراح نضيف عليها ملعقه صغيره تاع لا ليفر شيميك. انا كشت ملعقه استعملتها تاع لا كريم. نضيف شويه تاني كيف تاع فارينه، ونحكم نضربها بالباتور. انا علاش استعملت الباتور؟ باه يتجانسوا داك المكونات كلشي تجانس مع بعض ومن بعد نكمل نطمها ولا. هنايا كملت استغنيت على الباتر باش نبدا نطم فيها بيدي. نحكمو طموها غير باليد، ما تحتاجناهاش لموها هكا غير بالاصابع تاع اليد. ليسونسيال هنا نحاول ندخل هذيك الفرينه مع بعض، كلشي مع بعض. دونك لهنا كي كملت لازم تحصلوا على العجينه تاعكم تكون طريه وما تتلاصقش. هنا نغطيها بساشي ونخليها ترتاح براسك 20 دقيقه في الفريجيدير. لهنايا من جهه ثانيه هادو هما الليمون اللي راح نستعملهم. غنستعمل هذو العادي تاع القنيدلات، يعني كاينين هادو الصغار وكاين الكبار. دونك لهنايا بعد ما ارتاحت ليا هذيك لاباط بديت نشكل فيها معاكم هنايا في الليمون هادو تاع القنيدلات. هنا للامانه هادوك ليمون ما درت لهم والو، ما دهنتهم ما والو. انا المهم درت كويرات هكا على حسب عيني ميزاني، كويرات، وراني نشكل معاكم هنا في القنيدلات كما راه موضح معاكم في لا فيديو. دونك راح نزيد معاكم واحده ثانيه باه تفهموا عليا كيفاه. اي فوالا. هنا بعد ما كملتهم كاع حكمي هنايا بيكيهم بالكيردون باش ما يتنفخوش ليا في الفرن. لهنايا صتفتهم في البلاطو باش نديهم يطيبوا في الفرن على درجه 160 درجه. لازم ما تخليهم ما تقويلوش بزاف، لازم ضروري 160 درجه. ديجا الفرن يكون مشعل مسبقا. اي فوالا. بعد ما طابوا لي الحبات تاع القنيدلات شوفوا كيفاش حصلت عليهم. هنا خليتهم بعد ما بردوا كاع وريحوا براسك ساعه باش راح ندير معاهم الحشو باه ما يتكسروش. ليسونسيال هنا لازم تحصلوا على اللون هذا يكونوا دوغي كيما هكا من التحت ومن الفوق. انا راح نحشيهم طوفي كراميل. تحبي تحشيهم بالنيسلي، تحبي دير لهم لافاغ تاعهم بالكونفيتير، دير بالنوات كوكو بالكاوكاو، اللي عندك اللي حبيتي ديريها ديريها. انا هنايا تعمدت ندير لكم بالطوفي. هنايا ليسونسيال انا راح نكمل هادو الحبات تاعي كاع معاكم، وراح نديرلهم من الفوق راح نديرلهم كلاصه شوكولا. كلاصه شوكولا للامانه انا استعملت دادا فيجي كانوار. تحبي تستعملي الوجدان اللي عندك. من ليسونسيال 100 غرام تاع شوكولا نوار. درت لها ملعقه كبيره تاع زيت، يديري زيت ولا زبده، مي انا استعملت الزيت. راح نديرها كيما كامل فوق كلاصاج، وراح ندير معاكم يعني تزيين بسيط. ولهنايا في التزيين من جهة ثانية في البوش هذا ذوبت شوكولا بيضاء، ذوبت على حمام مائي بدون اي اضافة، يعني ما ندير لها ما نضيفي لها والو. وهنا درت على شكل هكا دوائر، شكلتهم بعد خدمتهم هنا بالكيردون.
يعني التزيين اختياري، يعني التزيين كل واحد كيف يحب يدير التزيين تاعو. ما تقيدوش بالتزيين، يعني تقيدوا غير كما احنا نقولوا بالوصفه فقط، من التزيين كل واحد كيفاش يحب يدير التزيين تاعو. لهنا انا نكمل التزيين تاعي ونولي لكم البنات. وهنايا من جهه ثانيه حنديروا تزيين واحد اخرى خفيف، حنديروا بهذو لي بيب تاع الشوكولا. درتها شوكولا بلا، انا استفتهم كيما هكا على في الحواف تاع القنيدلات تاعي. ومن الوسط راح ندير لهم يعني ورده، كان عندي هنايا الجون يعني مع هي في الجون مع البلون، يعني يعطينا واحد التزيين يعني ما شاء الله. اي فوالا لو ريزلتا فينال. شوفوا القنيدلات تاعي كيفاه خرجوا مع التزيين اللي عطيته لكم في زوج، يعني صدقوني جات ما شاء الله، جا اكثر من رائع. وكما قلت لكم في الاول البنات التزيين يبقى اختياري، يعني ما تقيدوش بالوصفه. راح نقسم معكم حبه باه تشوفوا من الداخل كيفاه جات القنيدله تاعنا مع الطوفي هذه كيفاه خرجت. نقسم معكم الحبه هذه، شوفوا معايا كيفاه جات، يعني صدقوني جات ما شاء الله، جات تشهي. شاهدكم في الجنه ان شاء الله. لا عجبتكم لا غوصه تاع اليوم ما تنسوش تدعموني بالاشتراك وبلي جام ولي كومونتير، وبارطاجوا لا فيديو هذا مع الاصدقاء تاعكم لتعمل الفائده على الجميع. سلام.